نحن الآن قبالة مخيم وشوكاني، عائلات مهجري سريكانية تستعد للانطلاق إلى مدينتهم. معنا السيد محمد حاجو من لجنة مهجري سريكانية، تحكي لنا عن التحضيرات اللي صارت بالنسبة لعودة مهجري سريكانية، كم عدد العائلات، كيف التحضيرات بشكل عام؟ أهلا وسهلا بكم كفضائية اليوم. منذ يوم تهجيرنا إلى اليوم فضائية رونا قناة اليوم وجميع كادرها الفضائية كانوا جنب صوت المهجرين رأس العين. اليوم هي لحظة تاريخية بالنسبة للمهجرين رأس العين. هذه لحظة جميع الأهالي السريكانيين كانوا ينتظرون هذه اللحظة منذ سنوات. فنحن لجنة المهجرين منذ أسابيع قمنا بتجهيز القوائم كدفعة الأولى من مهجرين رأس العين بجميع مختلفات، يعني أرياف القرى، أسماء في بعض منهم أرياف القرى، في بعض منهم أحياء مدينة السريكانية رأس العين. الآن يتم تجهيز هذه القافلة. نحن الآن سنتوجه إلى مدينة تلتمن ومن ثم إلى مناجير، بعدها إلى قرية عري ومن ثم إلى تل حلف ومدينة السريكانية. العدد المشمولين في هذه القافلة الأولى تجاوزت 400 عائلة الآن موجودين في مخيم السريكاني ومخيم واشوكاني ومدارس اللواء. نحن اليوم لنا أمل كبير أن سنحقق الأمل والاستقرار في مدينة السريكانية منذ في فترة قريبة جدا. سيد محمد، من سيرافق الوفد اليوم أو القافلة باتجاه مدينة السريكانية؟ هناك وفد من رئاسة الحكومة المؤقتة وقوات الأمن الداخلي وبعض المنظمات المحلية. نحن طلبنا كلجنة المهجرين أن نكون مع أهلنا، ولكن في التداعيات الأمنية حسب طلب القوات الأمن الداخلي أن يكونوا أعضاء لجنة المهجرين مع المهجرين إلى آخر نقطة في قرية العالية، ومن ثم نحن سنعودون وقوات الأمن الداخلي سيكونوا مع القافلة في مدينة السريكانية رأس العين. بالنسبة للقافلة الثانية واضح أو معروف متى ستكون؟ إذا لم يتم خلق أي اتفاقيات وأي خلل أمني سيكون بين كل قافلة مدة لا يتجاوز أسبوعا. شكرا لك. شكرا.